لو انا قلت لك ان معانا فيلم فيه هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب وغيرهم نجوم كتير، هل تتوقع مثلا ان ده هيبقى فيلم وحش؟ اكيد لا. انت مسكت في زمارة رقبته. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا فيلم برشامه بطوله هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح ونجوم تانية كتير. قصه فيلم برشامه بتدور اغلبها في لجنه امتحان منازل. اغلب اللي في اللجنه مش مذاكرين وفجاه المراقب بيموت، فبنخش في معضله اخلاقيه بينتج عنها اعظم انواع الكوميديا، كوميديا الموقف وكوميديا الافيهات في نفس اللحظه. هل نبلغ ان المراقب مات على طول ولا نستنى اما نغش الاول وبعدين نبلغ؟ ومن خلال السؤال ده بيبدا الكثير والكثير من المغامرات. الحقيقه الفيلم جامد جدا، كتابيا كوميديا ممتع سريع مسلي لاقصى حد. فتعالوا نبدا بالايجابيات. ومبدئيا معانا العالم بتاعنا مختلف، عبثي كوميدي لاقصى حد. اقرب حاجه ليه الساده الافاضل، لانه عالم فلاحي عبثي لاقصى حد، رغم انه واخد المدرسه الواقعيه شويه اكتر من الساده الافاضل. يعني التصرفات اللي بتحصل في الفيلم اغلبها واقعيه ولكنها عبثيه لاقصى حد. الشخصيات في الفيلم ده مكتوبه بمنتهى الدقه ومنتهى العبقريه. من المرات القليله اللي تقدر تاخد بالك بالكامل ان كل شخصيه مكتوبه بتفاصيل كتير جدا، مكتوبه بدقه عاليه جدا. كل شخصيه مهتمين بيها لدرجه كبيره جدا، كتابيا وتمثيليا رهاب. وانت سايب ايدك بالميت هتلاقي اكتر من 5 شخصيات مكتوبين بطريقه مختلفه تماما عن اي حاجه شفناها مؤخرا، ومتأدين بأعلى جودة ممكن تتخيلها. وده يجيبنا للأداءات التمثيلية. وعارف إنها حاجة غريبة، ولكن أنا عايز أبدأ بإن أنا بحب قوي كمال أبو ريا في الفترة الأخيرة بيعمل أكتر الشخصيات الهلاسة اللي في الدنيا، وبيعملها بأعلى جودة ممكن تتخيلها. بيأدي بضمير وبمنتهى الجدية كأنه بيعمل مسرحية هاملت. أنا بجد بعشق كمال أبو ريا في الحقبة الأخيرة دي. لو هنيجي نتكلم بقى عن الناس اللي أدوارها كبيرة، فأنت عندك عارفة عبد الرسول عاملة دور كوميدي قتيل. شخصية عارفة عبد الرسول من أكتر الحاجات اللي بتضحك في الفيلم ده. شخصية مختلفة عن أي حاجة هي عملتها مؤخرا، شخصية مختلفة عن أي حاجة احنا شفناها مؤخرا، شخصية جاي من خلالها كمية كوميديا رهيبة. باسم سمرة يا جدعان، باسم سمرة المثلث بتاع إن هو خاطف ميشيل ميلاد عشان يغشش ابنه، وإن ابنه مصطفى غريب. المثلث ده اما بتحطه في دماغك بس بتضحك. ركز يا جاموسة يا ابن الجاموسة. مش هغشش يا عمدي. باسم سمرة مهما كان حجم الدور اللي هو فيه علامة تقل كبيرة جدا. فاتن سعيد ووليد فواز طبعا جبارين. ريهام عبد الغفور وصلت لمرحلة من العبقرية في الأداء، تبقى لسه مخلصة نرجس ومخلياك مرعوب، وفجأة تعمل فيلم زي برشامة. كمية كوميديا، كمية هلس، كمية دراما في الآخر. كل الحاجات دي في وقت واحد. ريهام عبد الغفور متمكنة لدرجة مرعبة. وهنا نيجي للمثلث الأساسي، أعظم حاجة في الفيلم ده، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وهشام ماجد. ونبدأ بمصطفى غريب. مصطفى غريب عامل كاركتر بيضحكك وهو بيتكلم عادي. هو شخصية الاي كيو بتاعه بالسالب، طريقة كلامه تهلكك ضحك، طريقة تعاملاته في المواقف العادية تجنن من الضحك. تخيل وهو بيقول إفيهات. والحقيقة إن هو ما بيبطلش إفيهات في الفيلم ده، كلهم واخدين مساحتهم لاقصى حد. ان شاء الله يطلع مننا مهندسين ودكاتره بسببك. يعني ده منظر دكتور؟ لا مهندس. وهنا نيجي لاكتر شخصيه رئيسيه فيهم كلهم، وهو حاتم صلاح. شخصيه حاتم صلاح هي اساس الفيلم ده بكل تاكيد، لان هو الشخص العنيف، هو الشخص اللي مسيطر على اللجنه بشكل او باخر، هو الشخص اللي قرر ان هم هيقعدوا يغشوا ومش هيبلغ. فتعالى بقى نشوف الشخص العنيف ده وهو بيتعامل مع كميه العته اللي حواليه. ويزيدك على كل ده ان هو مش اكتر شخصيه ذكيه ومش اكتر شخصيه جاده في الدنيا، ولكنه بشكل عام محتاج يسيطر على كل دول. والظروف دي بتخلق كميه كوميديا عظيمه. ونيجي للعمود الاساسي للقصه، وهو هشام ماجد، الشخص اللي محافظ على الفلو، الشخص اللي بيأسست كل دول من وهو ساكت. هشام ماجد في كل مشهد بيظهر فيه سواء ساكت او بيتكلم، هو بيدي على الاقل اسيستات ل3 افيهات. هو قادر يأسست عارفة عبد الرسول، ويأسست مصطفى غريب، ويأسست حاتم صلاح في نفس اللحظه. وكل دول هيقولوا افيهات، وبشكل او باخر هو هيبقى انعكاس الافيه ده بطريقه عظيمه جدا. الحقيقه الدور بتاع الشخص
الداعم، الشخص اللي بيأسست كل اللي حواليه، بقينا بنشوفه كتير مؤخرا خصوصا في وجود احمد امين وهشام ماجد. الاتنين قادرين بمنتهى الثقه وبمنتهى السلكان ان هم يساعدوا كل اللي حواليهم، وده بيخليهم يظهروا باعلى صوره موجوده، ودي اكتر حاجه بحبها فيهم على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. وهنا نيجي لاهم حاجه بالنسبه لي في الفيلم ده، وهو الكتابه. كتابه الشخصيات عبقريه لاقصى حد، كل شخصيه في مكانها، كل شخصيه مليئه بالتفاصيل اللي تخليك منبهر واللي تخلي الممثل يقدر يشتغل عليها بمنتهى الحب. كوميديا موجوده بكميه تنوع بقالنا كتير جدا ما شفناهاش. عندنا كوميديا موقف كتير جدا، وده ما خلاناش نستسهل في الكتابه وما خلاناش نستسهل في الافيهات. تخيل يحصل اتحاد ما بين كوميديا الموقف وكوميديا الافيهات في نفس اللحظه وفي نفس الفيلم. حاجه ممتعه لاقصى حد، واهم حاجه ان الفلو بتاع القصه سريع جدا. انت حرفيا من اول ما المراقب بيموت ما بتطولش في اي حته تانية، رغم ان اغلب الاحداث بتدور في مكان واحد وهو الفصل. بره الفصل ما عندكش غير قصه باسم سمره اللي بيحاول يغشش ابنه بكل طريقه. فانت عندك التقسيمه دي، وقت ما بتعوز تهرب من الفصل بتروح لباسم سمره، ووقت ما بتخلص باسم سمره بترجع الفصل تاني. بنسبه 90% انت جوه الفصل دايما، ومع ذلك الاحداث سريعه جدا ومفيش اي ملل. نروح بقى للسلبيات اللي هي بالمناسبه مش كتير. اللي عارف اجابه السؤال الاول يقول يلا. يا جماعه الصمت ده مقلق. مشكلة سلبيات الفيلم ده ان المؤلف عارفها بالكامل وقرر ياخدها عشان دي القصة اللي هو حابب يحكيها، لانك انت عندك موائمات اكاد اجزم ان المؤلف واخد باله منها تماما، ولكن عايز يوصل من خلالها الكوميديا وحقق ده بالكامل. ولكن كونوا كافئنا على الموائمات دي، ده ما ينفيش ان هي موائمات وان هي مش سلبيات طبعا. غير الموائمات النهاية بكل تأكيد سهلة ومهروسة كتير جدا، ولكن هي أكتر نهاية مناسبة للقصة اللي هو بيحكيها، هي أكتر نهاية لايقة على القصة اللي هو بيحكيها، فقرر ياخدها زي ال6000 فيلم اللي خدوا النهايه دي. وده ما اقدرش انفي ان هو استسهال سيكا. عشان كده بقول لك مشكله السلبيات دي ان المؤلف بكل تاكيد شايفها. وطبعا مشكله ان احنا في امتحان عربي، يعني لسه بالميت فاضل على امتحانات الثانويه العامه 8 امتحانات غيرهم، بمعنى الناس اللي احنا قعدنا نحاول بكل الطرق عشان نخرجها من الامتحان ده ناجحه لسه فاضل لها 8 امتحانات غيرهم. الجزء ده تحديدا انا مش فاهمه، يعني مقتنع ان المؤلف اكيد شايف حاجه انا مش شايفها، ولكن انا فعلا مش شايفها. اخيرا واكتر حاجه ضايقتني واكتر حاجه غير منطقيه، الجانب الديني اللي رحنا له في الاخر. مش عارف اجيبها لك ازاي، ولكن مفيش اي حاجه عظيمه حصلت للبطل بتاعنا عشان تغير قناعاته من ان هو ما بيسلمش على ستات لان هو يسلم، وانه بدل ما بيتبع مذهب يتبع مذهب تاني. انا مش فاهم ليه رحنا للحته دي اصلا. ما عنديش مشكلة انك انت تقدم شخص غير قناعاته الدينية، ولكن لازم يحصل حاجة عشان يغيرها. مش طول الفيلم ابن حنبل قال ما بنسلمش على بنات، ابن حنبل قال ما بنسلمش على بنات، وفجأة يعوز يسلم عليها ويقول لها اصل الشافعي اجاز. يعني بعيدا عن ان احنا لو رحنا للجانب الديني فالنظريه بتاعتك مخرتقه جدا جدا، ولكن لو رحنا للجانب الدرامي فالنظريه لسه مخرتقه. ازاي حد يغير قناعاته من غير سبب يذكر، من غير سبب يخليه يشك في قناعاته؟ مفيش اي حاجه حصلت. فحاسس ان احنا كنا رحنا للجانب الديني، دي اكتر حاجه غلط حصلت في اخر الفيلم. ولكن في المجمل الفيلم كوميديا جامد جدا، الفيلم قصصيا جامد جدا، الفيلم احداثه سريعه، كوميدي، شخصيات عظيمه جدا مكتوبه. جمع كلمه احد ايه؟ كذا احد. والله ما احد فيكم هيورد على جنه. اخيرا ده من اهم افلام العيد ان ما كانش اهم واحد فيهم. فلو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. في الفيديوهات القديمه يمكن حاجه تعجبك. سلام.